شايف الصورة دي؟ ده مش شروق الشمس، دي غزة الليلة اللي فاتت. بعد ما كان قاطع كل وسائل المعيشة من أكل وكهرباء وغاز ومية وغيره، قطع كل الاتصالات عنهم عشان ينفذ أكبر حملة قصف جوي من ساعة ما الحرب قامت. بدأها بقصف جوي، وبعدين انضمت ليه القوات البرية والبحرية. الأيام اللي فاتت كانوا بيعملوا توغل عادي للاستطلاع، في كل مرة كانوا بيعملوا توغل بري للاستطلاع كانت المقاومة بتخرج لهم وترجعهم زي البهايم سايبين أسلحتهم وراهم. لكن المرة دي برغم إن الاحتلال بيقول إن هو مش توغل بري صريح، بس اللي حصل عكس كده تقريبا. بيقولوا كده علشان لما ترجع للاتصالات وتبان وكستهم من المقاومة عملوه فيهم، ما تبقاش وكستهم كبيرة زي لو كانوا صرحوا إنه التوغل البري الأساسي بتاعهم من الساعة 6 بتوقيت فلسطين لحد ما أنت هتشوف الفيديو ده. في الغالب أهالينا بيبادوا هناك الليلة غير أي ليلة حصلت قبل كده، بيندكوا بآلاف القنابل، طبعا منهم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا. الأنفاق بيحطوا فيها غاز الأعصاب، ضرب من البر وللجو ومن البحر، أحزمة نارية هنا وهناك. ولو مش عارف يعني ايه أحزمة نارية، فهم بيستهدفوا دايرة معينة ويضربوا حدود الدايرة دي، فالنار تتحاوط باللي جوه الدايرة فيتشووا بالنار أو يموتوا من الخنقة، لأن النار بتسحب الأكسجين اللي جوه الدايرة. الضرب برغم إن هو مكثف بشكل كبير عن كل مرة، إلا إن المقاومة قدرت تتصدى ليهم بشكل كبير، لدرجة إن المتحدث العسكري باسم الجيش المحتل طلع وصرح وقال إحنا بنحارب أشباح. وصرح أسامة حمدان وقال مع بزوغ ساعات الفجر سيرى العالم آثار الملحمة البطولية التي خاضتها المقاومة. وطبعا حاجة زي كده لازم يكون فيها خسائر بالمسمى الدنيوي، لكن احنا كمسلمين ما عندناش خسارة. الحي منهم فهو حي يرزق، والشهيد فهو حي عند ربه يرزق. المهم يا صاحبي اوعى تنشر اي كلمة تهد من عزيمة اهالينا هناك او تقلل من اي فعل اي حد بيعمله هنا. احنا محتاجين لكل كلمة ولكل فعل ولكل حقد جوانا. انشر مناطق القوة والعزيمة عند اهالينا واعتز بيها، وابعد عن مشاهد الضعف والخذلان. اوعى تنطق بأي كلمة عدوان أو خلاف مع رأي مع شخص تاني. تعال على نفسك وخلي رأيك لنفسك الأيام دي. خلينا نوحد رأينا وخلافاتنا ضد عدو واحد ونركز عليه، وافتكر دايما قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.